القاتل بعد ما قتل بالفيديو مع منصف لا بس مش هيجيبه. القاتل بعد ما قتل اتصل وقال انا قتلت. جالي تليفون بالليل ما كانش معاه في منطقه وانا في منطقه. على ما رحت له الساعه 7 ولا الساعه 8 الصبح. رحت لقيته في الثلاجه، خلصنا الاجراءات جينا. جيشه في السلوم. كان جيشه في السلوم. كان جيشه في السلوم هناك. ده بشهادة الجيش بالسلوم وده بشهادة الوفاة الأخرى بالسلوم. بس كل يوم بصلي الفجر وارن عليه، رد عليا، رديت عليه ما ردش. بعدها بنص ساعة ناس جات لي قالوا ابنك اتوفى. ابنك مات في ليبيا اتضرب بالنار. توفى انقتل عشان خاطر 50 دينار. 50 دينار 50 دينار. الأمانة بيأمن على صاحب المحل وعلى الناس اللي شغال معاه. جريمة قتل بشعة بطلها محمد من قرية البخانيس التابعة ليه محافظة كفر الشيخ. طبعا زي شايفين الأسرة في حالة انهيار تام. أب ودع ابنه في نهار رمضان. ذنبه ايه؟ ان هو راح يشتغل في دولة ليبيا، راح ياكل عيش يرجع في الكفن. طالع من الشهر، طالع يشتغل وانا مشجيته وكنت خاطب له، والله العظيم كنت خاطب له يا اخي، اقسم بالله. طالع يشتغل وتلفزيون، دخل عليه ضربه، ضربه 3 رصاص في دماغه، ضربه هو قاعد ابوه صفى من الساعة 2 بالليل. سابوه هناك، سابوا عم منصف، عم منصف ورضا وهشام والليب اللي هناك اسمه ايه؟ ربيع الملوكي ده اللي قتله. ربيع ميلاد هو اللي قتله. ليبي يا حاج. ليبي ومشارك عم منصف وهشام ورضا. تفاصيل ايه يا حاج؟ مصريين هم دول. ايه اللي حصل يا عم؟ شغال في البراكه في المحل، دخل عليه ضربه وهو قاعد من غير حاجه خالص، من غير اي حاجه، من غير اي وجه حق. داخل يقول هات 50 جنيه، اتصل ببتاع الشغل 50 دينار ويقول هات 50 دينار. اتصل بعبد منصف وهشام ورضا، قال له ما تدلوش، قال له ما فيش، قال له ما تدلوش، وحافظ عليه وحافظ على فلوسه. ضربه بالنار وسابوه من الساعه 2 بالليل للساعه 7 الصبح. ده الرسول عليه الصلاه والسلام قال اعطي الاجير اجره قبل يجر في عرفه يعني. سابوه من الساعه 2 بالليل للساعه 7 الصبح وهو مرمي على البلاط دمه بالصف. عرفتوا ازاي بالواقع؟ اتصلوا بينا زمايلي اللي حواليا، اتصلوا بيا بالليل ساعة صلاة الفجر وانا بصلي، قالوا لي ابنك تعبان. قلت لهم ابني مات. قالوا ايوه مات. قالوا ماذا؟ والله قالوا مات عم منصف ورضا وهشام من عندنا. عم منصف ده من ناس بتصه، هو ورضا وهشام من عندنا من هنا. راح ياكل عيش رجع في الكفن. يعني كان جيشه بالسلوم، جاب شهادة الجيش بالسلوم وشهادة الوفاة بالسلوم. كان قاري فاتحة يا حاج. كان قاري فاتحة هنا بنت جيراننا هنا. كان قاري فاتحة. خطوبته كانت بعد العيد. خطوبته كان مستني لما ينزل، ويجيب قرشين وينزل عشان يجيب ده. فكنا جبنا ده. كنا جبنا ده يا أستاذ. ده ابن حضرتك الكبير يا حاج؟ ده ابني الصغير. توفى ابن حضرتك الكبير؟ ابني الكبير عنده كام سنة حضرتك؟ ابني الكبير عنده 23 سنة وخلص الجيش لسه. خلص الجيش في شهر 9 اللي عدى ده، ولا حاجة يسافر ولا حاجة بحاجة. ده بقى له شهرين وشوي. كان لسه طالع يبدأ حياته. كان لسه طالع يا دوب قالت له فاتحة هنا وقال لي يابا اروح واجيب واعمل واخلي واعمل فرح. هذا الفرح شفتوه؟ كان نفسه يفرح وكان نفسي افرح انا اروح
والله العظيم كان نفسي افرح على لوخه، كان نفسي والله العظيم، والله يعني من يوم ما شفت الدنيا ما شفتش فرح. ما شفت الدنيا والله ما شفت فرح من يوم ما شفت الدنيا. كان نفسي افرح بيه وقلت ده فرحتي، ده فرحتي وده خيري. ما لحقش ولا لحق يشتغل ولا لحق يعمل حاجه، سابوه اللي بيضرب، سابوه بالتليفون. ما هم مشاركين الليبي، هم شركاته. يعني له حق في المحل زيه زي الليبي يعني. هو شغال عامل وحافظ عليهم، شغال على دراعه يعني، على دراعه هو الامانه بتاعته. يقتله من غير ما يكلمه، والله من غير ما يكلمه ولا قال له دي كده ماشي، عشان بحافظ على الفلوس اللي معاه. وقالوا لي ما تدلوش، ضربوا بالضرب. لقيته جاهزه يا حاج ولا لسه طالع؟ شقيته على الطوبه فوق فوق هي لسه كنا نوضبوه. شقيته فوق هي. كلمنا عن محمد الله يرحمه. محمد كان محمد ما كانش قبل الحزن يقول له يا عم فلان يا عم فلان. والله ده الحقيقه، ما بكذب في عارف، ربنا يخلصني لو كنت بكذب في عارف. صح وصبرك يا حاج. والله العظيم ما بكذب في عارف. ده كان ايديا ورجلي. اقول لي يا محمد ابوك سجعان يالا، يقول لي خش يابا مالكش دعوه بيا، سيبني انا اشتغل. محمد كان هاي، محمد الفرحة، محمد كل حاجة محمد كل حاجة محمد. كلمنا هنا انت يعني انت شاهد العيان على الواقعة واللي شلت محمد لما انضرب الطلقة بالنار. كلمني القصة ايه؟ بس الكلام ما كانش فيه شهداء ايام للواقعة، ما فيش شهداء. وده مذكور في الورق في ليبيا وفي مصر. ما فيش شهود ايام. القاتل بعد ما قتل، القاتل بعد ما قتل اتصل وقال انا قتلت. اعترف يعني. اعترف. تمام. انا عرفت ان حضرتك اللي شلت محمد تقريبا وديته المستشفى. لا، انا رحت لمحمد انا واخوه بعد محمد ما راح المستشفى، بعد ما علمنا، لان هو قاعد في منطقه واحنا قاعدين في منطقه تانية. لما علمنا مشينا زي الناس، طبعا الاولويه لينا لان احنا اللي اقرب ليه. طبعا رحنا لقينا اللي حصل ومحمد متوفي وفي الثلاجه. ايه اللي ادعى الخلاف بينهم يعني؟ زي ما ذكر خالد، هي كلها الأمانة. 50 جرام الأمانة تؤدي حياة شخص كده في السهل. الأمانة هي السبب. كان عايز يحافظ على ماله. مال مش ماله، على مال صاحب المحل. فأدت إلى وفاته. آخر مرة قابلت محمد هناك امتى وتواصلت معاه؟ أنا ما أعرفش إن محمد في ليبيا. أنت فوجئت باللي حصل؟ أنا فوجئت باللي حصل. رحت على طول يعني؟ مشيت على طول. عرفت إزاي بقى؟ عرفت عن طريق مصر. عن طريق مصر؟ الناس هنا اللي اتصلوا بيك، الأهل اللي اتصلوا بيك. اللي اتقبض على القاتل ولا سلم نفسه ولا اتصل؟ والله لحد ما طلعنا احنا من هناك ما كانش اتقبض عليه. يقبض على مين يا أستاذ؟ يقبض على مين؟ لحد احنا ما طلعنا من هناك. احنا طبعا واحنا مستمرين في تغطية القضية لحد ما حق محمد. احنا طبعا ان شاء الله. ده اللي انا عايزه، انا مش عايز حاجة والله، ما انا عايز حاجة، انا عايز رقبته، بس. ما احنا نقصد حق محمد يا حاج القصاص. انا عايز حقه بس، احنا نقصد حق محمد. احنا نقصد حق محمد. انا عايز حق محمد. ايوه انا عايز حق. ايوه القصاص العادي. انا عايز حق محمد.
عايز حق محمد من اللي ضربه واللي سابوه دمه يصفي. عايز حقه منهم كلها. مرمى البلاط كلب، مرمى البلاط بالنسبه لهم. ليه يعني؟ ليه؟ مشاهدينا متابعينا، يعني انهيار والد محمد ضحية لقمة العيش. ذنبه ايه ان شاب يروح ياكل عيش يرجع في الكفن لأسرته كده؟ والدته كانت طول عمره وسابت العمره وجت. كان بيجي بعد العيش سابتها وجت. سابت العمر وجت. قال لها ابنك مات. نزلت على طول. نزلت يومها بالليل الساعة 12 كانت هنا. كانت في العمرة، سابت العمرة وجت. لا فرحت بعمرها ولا فرحت بابنها. لا فرحت بدي ولا بدي. ربنا يربط على قلبك الصبر يا حاج يا رب. اخو محمد يعني طبعا شايف علامات الحزن على والدك، وطبعا على وشك باين اخر مره كلمت محمد امتى واللي دار بينكم، الحوار اللي دار بينكم كان ايه؟ قبلها بيوم كنت مكلم محمد وكنت متفق معاه، لان انا بقالي 3 سنين ما شفتش اخويا. مش انا كنت مسافر من 3 سنين، هو كان لسه جاي. كنت متفق معاه ان انا هروح له الحد او الجمعه او السبت عشان تشوفه عشان يعني. اشوفه. كنت في ليبيا برضه ولا؟ انا كنت في ليبيا، انا جاي معاه 3 سنين في ليبيا. ده اللي حصل. مصدقتش اللي حصل بقى يعني. الحمد لله، ربنا يرحمه وان شاء الله. طبعا ميت في ايام متفرج على خير وشهر رمضان ربنا يرحمه. حقه هيرجع باذن الله. يا رب، ده اللي انا عايزه. انا عايزين حاجه بس، ده اللي قصاص انا والعدل. عايزينه، مش عايزين حاجه. والله ما انا عايز حاجه، والمصحف ما انا عايز حاجه. والله ما انا عايز حاجه غير حاج محمد. حاج محمد بس. حاج محمد بس يا استاذ. عايز حاج محمد بس. عايز حاج محمد. النهارده ها؟ يقول لهم ايه الفتره النهارده؟ اقول حسبي الله ونعم الوكيل. اقول حسبي الله ونعم الوكيل. اللي قتلوا دي وانت رجال. عايز حقه بس. لو اطوله اعرف اطوله. لكن اطول مين؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. يعني كان ثمن محمد 50 دينار يا حاج. 50 دينار ثمن محمد. عايزينكم يا جماعه، عايزينك يا باشمهندس. شباب محمد. مشاهدينا متابعينا، يعني انهيار والد محمد في قرية البخانيس تابعة ليه محافظة كفر الشيخ. زي ما احنا شايفين كده، ذنبه ايه؟ شاب طالع يشتغل ياكل عيش يحطم أسرة كاملة. والدته طلعت تعمل عمرة ما فرحتش بالعمرة. ذنبهم ايه الأسرة دي؟ تفضل مكلومة مدى حياتهم بسبب شاب راح ياكل عيش. محمد شغال في دولة ليبيا في محل طلع عليه، للأسف أنا مش هقول شقيق ليبي لأن أشقاء ليبيين كتير وكلهم ناس أفاضل ومحترمين، إلا ده تقتله ليه؟ ما تقتلوش، سيبه يرجع لأسرته، سيبه يكون نفسه، سيبه يعيش مع أسرته. تقتله ليه؟ عشان 50 دينار؟ ثمنه 50 دينار؟ شغال بياكل عيش. طبعا سمعنا القصة، بسبب 50 دينار اتقتل محمد في محل، والراجل لا حول له ولا قوة. طبعا شايفين البلد كلها هنا جاية تعزي الأسرة المكلومة اللي اتحطمت بقالها 3 أيام 4 أيام ما دقتش النوم زي ما احنا شايفين كده، ما دقتش النوم بقالهم 3 4 أيام.